كلنا قمنا على خبر وفاة التيك توكر او صانع المحتوى شريف صبري، ربنا يرحمه ويغفر له. ناس كتير جدا اودت سبب الوفاة الى التنمر الالكتروني، او ان الناس اللي كانت بتشتمه او الناس اللي كانت بتنتقده على السوشيال ميديا هم السبب في وفاته بكسرة القلب والحسرة والاكتئاب. وطبعا ده كان في فيديو ظهر له في الفترة الاخيرة وهو بيتكلم بيقول الناس اللي بتقول لي كلام وحش والناس اللي بتنتقدني وناس تشتمني حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وانا خصمكم، يعني رسالة كده كانت محملة بالأسى وبالألم، والناس خدت الرسالة دي وأودت سبب وفاة شريف إلى هذا السبب. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، هل التنمر الإلكتروني وكلام التعليقات ممكن يؤدي إلى وفاة صانع محتوى؟ والحاجة التانية، هل هناك طريقة إن احنا نوقف بيها التنمر الإلكتروني عشان ما يبقاش عندنا شريف تاني ولا لا؟ وده اللي هنناقشه في الفيديو النهاردة بموضوعية وبطريقة حضرتك عمرك ما سمعت عنها قبل كده ولا عمرك سمعتها في أي مكان قبل كده، وفي نفس الوقت هنكسر شوية مفاهيم، لان فاجعه موت شريف صبري بصراحه كسرت بيبان كتير وادتني فرصه ان انا اتكلم عن الموضوع ده، لان انا ما كنتش لاقي مناسبه بصراحه ان انا اتكلم عليه. انا كريم ابراهيم، اشترك معايا في القناه، يلا بينا. اهلا وسهلا بيك يا باشا، منورني. خش في الموضوع على طول. هل التنمر الالكتروني او التعليقات السلبيه لصناع المحتوى ممكن تؤدي الى وفاه صانع المحتوى او اكتئابه؟ قطعا وبالطبع اول حاجه، الموت والحياه دي اقدار مقدرها سبحانه وتعالى، يعني سبحانه وتعالى هو اللي مقدر لنا هنعيش امتى وهنموت امتى وهنتولد من مين وهنتولد فين، كل حاجه مقدره بالنسبه لك، دي حاجات انت ما عندكش قدره على اختيارها. لكن تعالوا اكلمكم عن حاجه، بما ان انا صانع محتوى، حاجه بنمر بيها كلنا، كل صناع المحتوى بلا استثناء، كل صناع المحتوى اللي انت بتشوفهم دلوقتي مشاهير او معروفين كلهم بيمروا بهذه المرحله، وهي مرحله البرن اوت. البرن اوت ممكن يتحول الى بيرن اوت مؤقت يقدر صانع المحتوى يطلع منه، او اكتئاب مؤقت حاجه بسيطه، او ممكن يبقى اكتئاب عميق جدا يؤدي الى ان حياته تتدمر بالكامل. تعال اقول لك ايه اللي صناع المحتوى ممكن يمروا بيه عشان حضرتك تبقى مستوعب. تخيل حضرتك ماشي في الشارع، فيديوهاتك بتجيب 50,000 مشاهدة، 100,000 مشاهدة، 10,000 مشاهدة، 100 مشاهدة، أيا كان إيه الرقم. تخيل حضرتك ماشي في الشارع كده لوحدك وفي آلاف من الناس ماشيين ورا، وفي ناس بتقول لك كلام كويس من ورا، بحبك يا باشا وبتاع، واحد بيشتمك من ورا، أنت فيك وأنت عليك وبتاع. تخيل أنت شخص ماشي في الشارع، ناس بتطاردك وبتقول لك كلام أنت مش عايز تسمعه. ده اللي بيحصل بالظبط لصناع المحتوى. حضرتك لما بتيجي تتعامل مع اي صانع محتوى، انا او غيري او غيري او غيري، حضرتك بتتعامل من وراء جدار. ما هو الجدار؟ هو الهاتف المحمول اللي حضرتك ماسكه دلوقتي، او شاشه التلفزيون، او شاشه الكمبيوتر بتاعك. حضرتك مستخبي. معظم الناس او اغلبيه الناس ما عندهاش القدره ان هي تروح لواحد في وشه كده تقول له انت فيك وعليك وعليك، غالبا لا، لان هيحصل صدام مباشر ما بينه وما بينه. لكن بنعمل ايه؟ بنستخبى من وراء الهواتف المحموله، وعندنا القدره ان احنا نشتم حد او ناذي حد او نقول لحد كلمه مش عجبانا، وده في نفس الوقت بينزع الآدمية من الراجل اللي قاعد ورا الشاشة أو صانع المحتوى ده. أنا يا جماعة أو شريف أو غيري، أنا إنسان عادي جدا، بحس وعندي مشاعر وعندي أسرة وعندي ناس كتير جدا في حياتي، مش عبارة عن مجموعة من البكسلات الديجيتال اللي بتجري على الشاشة بتاعتك، فحضرتك قادر بقى ان يلا بقى انا هروش عليه، يلا انا اخش اشتمه، يلا انا اخش انتقده. ده بيأثر فيه تأثير مباشر. هل الكلام ده حقيقي؟ الكلام ده حقيقي. حاجة تانية، معظم صناع المحتوى عندهم سقف توقعات عالي، او اللي بيبدأ عامة صناعة محتوى في البداية بيبقى عنده سقف توقعات عالي، مع ان انا ما شفتش، انا ما كنتش اعرف شريف، ولما شفت المحتوى بتاعه لقيته محتوى متواضع. هو بيحاول يعمل حاجه، لكن محتوى ما فيهوش اي نوع من انواع الاسفاف او في نوع من انواع قله الادب، او واحد كان بيجتهد في ان هو يعمل محتوى. فبالتالي ده ممكن يكون طريقته او شخصيته او اسلوب كلامه او نظراته ما بتعجبش بعض الناس كلها كانت بتخش تهاجم شريف، فما ادى ان سقف توقعات شريف اللي هو شايف ان هو انا ان شاء الله هبقى احسن واحد في العالم، سقف التوقعات ده يا جماعه بيقع فوق دماغنا. انا واحد لما دخلت الكونتنت او بدات اعمل كونتنت كرييشن سنه 2020 كان سقف توقعاتي عالي، كنت معتقد ان الناس هتزيد بيا وهتبص انا جامد جدا، انا اجمد من الراجل اللي قاعد ورا الكاميرا. لا، انت لسه في اول يوم في الجيم، فسقف توقعاتك الكبير ده هينزل فوق دماغك يكسرها. ده الشق التاني. الشق التالت بقى وهو الضغط المبالغ فيه في انتاج الفيديوهات وصناعه المحتوى. حضرتك ممكن تشوف فيديو انا بسجله دلوقتي 10 دقايق، حضرتك بتعتقد ان انا بدوس على الكاميرا بتكلم 10 دقايق، الموضوع بدون ترتيب بدون تحضير بدون اي حاجه، قاعد بقول اللي في دماغي وخلاص. ما تعرفش ان هو وراه بحث ووراه كتابه ووراه سكريبت ووراه في مونتاج، في مونتير بيقعد يعدل بقى الوان واضاءه ويطلع لك الكلام اللي بيطلع ده ويطلع ده، وبعد كده بيترفع على جوجل، بعد كده بنقعد نكتب له SEOs، بعد كده نقعد نجرب عناوين،
ديزاين، بعد كده عندي واحد تاني بيعمل ديزاين للثامنيل اللي حضرتك شايفه او الصوره المصغره اللي حضرتك شايفها. موضوع كبير جدا ممكن ياخد منك اسبوع او اسبوعين، وساعات ممكن ياخد اكتر من كده علشان حضرتك تشوف ال10 دقايق اللي انت بتتفرج عليه. الضغط المتواصل على صانع المحتوى في ان هو اصلا ينزل محتوى علشان مثلا يلحق ترند، او علشان ان هو ينزل المحتوى بتاعه قبل ما قناته تتقفل او قناته تموت، علشان المتابعين اللي بيضغطوا عليه احنا عايزين موضوع كذا، احنا عايزين موضوع كذا. الناس فاكرين ان صانع المحتوى ده بزرار، هو مش انسان ممكن ياكل ويشرب وينام ويروح للدكتور، وممكن ما يبقاش قادر يقعد قدام الكاميرا، مكتئب متضايق زعلان، حصل له حاله وفاه، عنده حد في المستشفى. انا من اسبوعين كان ضرسي وجعني ما كنتش قادر اطلع اعمل محتوى. الناس بتخش معتقده ان كريم ده مكنه محتوى. احنا انت فين يا عم؟ احنا عايزين فيديو، احنا عايزين يا عم والله كان ضرسي وجعني ومش قادر رايح لدكتور السنان رايح جاي، عادي انسان عايش حياتي. فالضغط المتواصل على صانع المحتوى ده بيوصله لمرحله البرن اوت. البرن اوت ده بيتحول الى ايه؟ الى اكتئاب. انا مش قادر ارضي الناس، مش قادر احقق امنيات الناس، مش قادر احقق النتائج اللي انا كنت راسمها لنفسي، مش قادر اعجب الناس، مش قادر اتحمل اللي بيشتمني واللي بيقذفني واللي بيعملني يقول لك لا خلاص انا هبطل، او يطلع فيه رساله محمله كده زي ما شريف عمل يقول حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وهكذا. في بعض صناع المحتوى عندهم الموضوع ده جينوين او بيطلعوا يعبروا عنه بشكل طبيعي وشكل حقيقي، وفي بعض الناس لما بتلاقي الدنيا وقعت منها كده تقوم طالعه تقول لك خلاص انا هبطل وبتاع، في محاوله لاستجداء والتعاطف الناس معاها علشان خاطر ان هي تتابع المحتوى وتقول له لا ما تبطلش، لا وعشان خاطرنا هنقطع هدومنا لو مشيت. في الاول في الاخر اللي انا كنت عارفه ان شريف كان عنده مشاكل اسريه، كان عنده مشاكل عائليه، وده في حد ذاته كبير جدا وممكن يسبب اكتئاب. كلمتك بقى والاهانه الشخصيه ممكن توصل شريف ان هو يعمل كده، ممكن توصل شريف ان هو يعمل كده. طيب ايه الحل بقى؟ طب انت قلت لنا يا عم، انت قلت لنا حاجه جديده يا عم كريم، ايه الحل بقى في ان احنا نحل موضوع التنمر الالكتروني ونخلي الناس تبطل وما ينفعش مش عارفه ايه والكلام ده؟ جميل قوي، نخش نتكلم كلام واقعي بدل كلام الحنجوري الجهجهوني اللي انا شفته اليومين اللي فاتوا على التيك توك. ناس طالعه والله لا اعمل فيديوهات، اقسم بالله مش عارفه ايه، الناس اللي ما عندهاش. انت بتعمل كده ليه؟ انت كذاب، انت بتستجدي تعاطف الناس، دي الفكره بس والله. لكن انت بني ادم في شخصك كذاب. على فكره انت لا دمك محروق ولا متضايق، لان انت شخصيا بتتشتم كل يوم. فانت بدل ما تروح تعمل على الناس اللي كانت بتتكلم او بتنتقد شريف، روح اعمل على الناس اللي بتشتمك وبتهزقك كل يوم. انا بتهزق كل يوم، انا كريم اهو بقول لكم بيجي لي تعليقات زي الزفت ورسايل وايميلات فيها افظع الشتايم وكل حاجه تتخيلها وما تتخيلهاش، كل يوم بيجي لي. وهنا بقى لازم نحط خط عريض قدام فكره صناعه المحتوى، والكلام ده هيزعل ناس كتير مني. مادام حضرتك رضيت ان تكون صانع محتوى وتبقى بني ادم بتطلع على العلن ومشاع، حضرتك تقبل ان انت تنتقد، تقبل ان انت هتشتم، تقبل ان الناس هتختلف معاك. الناس اللي بتختلف معاك دي ما بتختلفش مع شخصك، هي بتختلف مع ال10 دقايق اللي شافوهم ورا الشاشه. انت بالنسبه له مش شخص، انت بالنسبه له 10 دقايق او فكره شفتها على الشاشه، والفكره دي انا موافق عليها يا اما معترض عليها. فلو حضرتك مش قادر تتحمل فكره ان انا تعمل محتوى والناس تطلع تشتمك او الناس هتطلع تنتقدك، وده هيحصل، فحضرتك ما تعملش محتوى على الانترنت وتعيش شخص عادي جدا. انت مش لازم تبقى فانسي ولازم تبقى جامد وتبقى بجناحات وتبقى يوتيوبر وتبقى مشهور، مش لازم على فكره. الحاجة التانية، أنا بعتبر الشتيمة في حد ذاتها نجاح. في ناس بتطلع تعمل محتوى كله إسفاف وكله قلة أدب وكله استفزاز، بتخش تشتم. كل شتيمة بتتكتب له في التعليقات اليوتيوب بيعتبرها كومنت، أو التيك توك بيعتبرها كومنت، ما بيعتبرهاش شتيمة. ما بيعتبرش إن الكلام السلبي على الفيديو ده حاجة وحشة، لا بيعتبر إن عدد الكومنتات دي حاجة إيجابية، عدد الديسلايكات حاجه ايجابيه. اوعى تفتكر ان انت لما تعمل لايك او تعمل ديسلايك بتفرق. الديسلايك هو انجيجمنت او تفاعل، واللايك هو انجيجمنت وتفاعل. فانت بالنسبه لليوتيوب عباره عن تفاعل. الحاجه الثالثه، البني ادمين يا جماعه في كل انحاء العالم، مش في مصر بس وبره مصر بس، لا في كل انحاء العالم بيتعرضوا لده. ليه بقى؟ لان حضرتك المجنون والمتخلف واللي عنده امراض نفسيه والعاقل والسليم والمحترم والغير محترم وكل الناس دي ماسكه تليفونات، معاها موبايلات، وعنده القدره والحريه ان هو يمسك تليفونه ويفتح الكيباد ويكتب اللي هو عايزه ويبعت كومنت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت مش هتطلع من الشاشه تقوم رايح ماسك ايده تقول له ايه ده؟ لا ما تكتبش الكومنت ده. عندك تولز وعندك ادوات تقدر تسيطر بيها. عندنا ادوات نقدر نمنع شويه كلمات من ان هي تطلع عندنا ادوات ان انا ممكن اخفي حد من القناه بتاعتي بحيث ان هو يفضل يحط كومنتات، والكومنتات بتاعته هيشوفها هيحط محطوط، بس انا مش هقراها ولا حد من الناس اللي بتتفرج على الفيديو هيقراها، وهو عمال يهاتي مع نفسه. هل دي بتحد من الموضوع؟ بتحد شويه. هل بتمنعه؟ لا ما بتمنعوش. فالمجنون والعاقل
العاقل والمحترم والغير محترم هو مشاهدة، بيترجم على شاشة التليفون بتاعتي رقم. يعني لو عندي 50,000 مشاهدة على الفيديو، عملنا فيديوهات بال130,000 و150,000 مشاهدة، حضرتك اللي بتتفرج عليا حضرتك واحد من 150,000. اليوتيوب كده لما حضرتك بتتفرج على الفيديو ده وتعديه خلاص، تخلص منه ال10 دقايق دول وتكتب الكومنت بتاعك، حضرتك بتتحسب واحد. انت متخيل؟ فمحدش هيقدر يسيطر على الموضوع ده. حاجه بقى الاخيره، تخيل حضرتك ان احنا معانا دكتور، والدكتور ده المفروض ان هو عايز نفسه يبقى جراح، هيبقى جراح. تخيل ان هو كل ما يفتح بطن حد او يخش عمليه يشوف الدم يا لهوي يقوم مسخسخ. ينفع يبقى جراح؟ ما ينفعش. الشغله دي ما تنفعلوش. حضرتك نفسك تبقى رسام مثلا، فحضرتك جبت فرشه والوان ورحت خدت كورسات رسم، بس ما عندكش الموهبه دي، وطلعت قعدت ترسم وتعمل بتاع لوحات، قلت للناس ايه رايكم في اللوحه دي؟ تعبت فيها بقى لي اسبوعين بعملها، قالوا لك ايه القرف ده؟ كتك القرف، ايه الخرا اللي انت رسمه ده؟ تزعلش، لان انت مش رسام، الموضوع مش لاقي عليك، مش نافع لك. فبالتالي كل المحاولات اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا لاستجداء واستعطاف الناس، يا جماعه مفيش حد هيقدر يوقف التنمر الالكتروني على السوشيال ميديا. يبقى جزء اخير، ودي رساله موجهه لاصحاب الرياكت او محتوى الرياكت. محتوى الرياكت هو محتوى فاني لطيف وظريف وبتاع. خليك مدرك الراجل اللي بيعمل محتوى رياكت ان انت بتعمل رياكت على انسان، ممكن واحد يتقبل، ممكن واحد ما يتقبلش، ممكن واحد يبقى مبسوط وبيبعت لك الفيديوهات بتاعته عشان حضرتك تتريق عليه عشان يشهره، وفي واحد تاني عايز يحافظ على نفسه، عم مش عايز يخش في القصه دي وفي الشغلانه دي. لكن محتوى الرياكت انا بشوفه من اوسخ واسهل المحتويات في العالم. يعني حضرتك تنزل تطلع تجيب ناس وتجيب بنات وتجيب شباب وتجيب ناس ايا كان شكلها ايه، محتواها بقى هادف سفيه ايا كان، وحضرتك اسفه منهم وبتطلع علشان كل الفكره ان انت تقعد تحطهم كده قدامك وتفضل تتريق عليهم، فانت بتتشهر على هذا. عايز اقول لك ان انت اصلا بني ادم هايف. خلي بالك من حاجه ايها الظريف اللطيف ابو دم خفيف، يا ما طلع منك كتير واختفى منك كتير. كل يا جماعه القلاليط اللي انتم بتشوفوهم دلوقتي على السوشيال ميديا، كل واحد مطلع لي واحد وبيتريق عليه وبيستظرف عليه، هيمشي يمشي يمشي الفتره وبعد كده الناس هتمل منه ويختفي. مين اللي بيبقى في اليوتيوب؟ مين اللي بيبقى في محتوى السوشيال ميديا؟ المحتوى المفيد مش المحتوى الاسفاف. كم واحد شفناه بيسف من زمان قوي يا جماعه، من 10 سنين كان في سفافين. السفافين دول فين النهارده؟ مش موجودين. لكن في ناس بداوا محتوى ممكن يكون مفيد، ممكن يكون فاني برضه، مش هنقول ان احنا بنعمل محتوى جد بس كان محتوى مظبوط ومحترم. الناس دي النهارده اصحاب القنوات المليونيه اللي موجودين معانا واللي الناس دلوقتي بتحتفي بيهم. اوعى تفتكر ان الهيافه بتستمر فتره طويله. الهيافه ممكن تكسبك فلوس بسرعه، الهيافه ممكن تشهرك بسرعه، لكن بتعمل ايه؟ بتقع على قفاك وبتاخد على قفاك بسرعه برضه، وبتتنسي بسرعه، وبيطلع واحد اهيف منك يهيف عليك وانت بتتنسي، والهيف الجديد هو اللي بتشال على الارض. وفاة شريف الله يرحمه كانت قضاء الله وقدره. وانا نصيحتي لكل الناس اللي يعني زي شريف او عايزين يبداوا محتوى او عندهم محتوى اوريدي، احب اقول لك حضرتك مش هتقدر تسيطر على الاخرين. انا لو قليل الادب انت مش هتعلمني الادب. كل واحد يا جماعه دماغه مريحاه. كل ما عليك ان انت يبقى عندك من صلابه النفس ان انت عارف ان ده كومنت غير شخصي وليس موجه لحضرتك. افصل دماغك من القصه دي تماما، لا تقعد تبص على الارقام ولا يفرق معاك الكومنتات اللي بتشتمك. انا لما بتشتم بفرح لسبب، لان بعرف ان في ناس مش فانز ليا او ما بيحبونيش بيتفرجوا عليا، فده معناه ان انا وصلت الاودينس او وصلت لجمهور جديد ما عرفنيش. لكن المزايده على وفاة شريف ونطلع نقول هو احنا ليه اوساخ؟ التنمر موجود من قديم الازل والمتنمر هيفضل موجود. البني ادمين من ساعه ما اتخلقوا على وجه الكره الارضيه بيتنمروا على بعض وبيعنصروا على بعض وبيموتوا بعض. هل ده اختفى؟ لا، لان ده جزء من الطبيعه البشريه. البني ادمين عمرهم ما اتفقوا على حد، عمرهم ما كانوا مجمعين على شخص واحد بعينه. موسى عليه السلام لما نزل في ناس اتبعوه وناس ما اتبعوهوش. عيسى عليه السلام لما نزل في ناس مشوا وراه وناس لا. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما نزل في ناس اتبعوه وناس لا. ربنا سبحانه وتعالى في ناس امنوا بيه وناس كفروا والحدوا. فايها صانع المحتوى، ايها الانسان البسيط اللي انت حجمك في الكون لا يتعدى ان انت نفر، معتقد ان كل البشر والالاف اللي بيتفرجوا عليك هيجمعوا حضرتك، ده الايجو والكبر اللي موجود جواك اللي مخليك معتقد ان انت المفروض تعجب كل الناس. حبيبي انت مش المفروض تعجب حد ولا تعجب كل الناس. لو بتعمل حاجة اعملها عشان بتنفس عن اللي جواك، علشان مبسوط، مش عشان تبهر حد ولا عشان يتقال عليك ان انت جامد. والمزايدين الدراميين الاوفر اللي انا شايفهم بقوا كتير قوي يا جماعه. احنا ليه اوفر يا جماعه؟ احنا ليه لما بنزعل بنصوت ونصيح؟
ليه لما بنغضب بنشتم ونكسر؟ ليه دايما عمالين نزعق في السوشيال ميديا؟ ليه دايما غضبانين؟ ليه دايما بنسوق بسرعه؟ ليه دايما بنفترض النوايا السيئه في كل شيء؟ ليه دايما بنخش في الغيبيات وعلم الغيب ونعتقد ان احنا اعلم بكل شيء؟ انا شايف ان احنا مشكلتنا الكبر، سواء المتنمر اللي بيتكلم وبيكتب كومنتات سلبيه على السوشيال ميديا هو معتقد نفسه ان هو جامد جدا اجمد من اليوتيوبر، خلي بالك انا قلت لك انت نفر رقم، واليوتيوبر اللي بيعتقد نفسه ان هو شخصيه عامه يجب ان يحظى باحترام الجميع. مساء الفل عليك يا ريس، كلها شبه بعضها وسينا زي سونيا وكله عند العرب صابون. يا رب تكون الرساله وصلت، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، الفيديو كان مفيد بالنسبه لكم او مش مفيد. كان معاك كريم، اشوفك في الفيديو اللي جاي، سلام عليكم.